هلا والله شباب، رجعت لكم فيديو جديد. بهذا المقطع راح اشرح لكم كيف كان باقي لي اقل من 5 ايام واوصل برو، لكن صار معي شيء غريب من اني اوصل. اكيد هسه كثير منكم يتساءل مين انا، بس عشان ما اطول عليكم وما يصير فيديو ممل خليت تعريف عني كامل بتعليق المثبت تحت الفيديو. اللي حابب يعرف اكثر عني يدخل ويشوف التعليق وحيعرف عني كل شيء باذن الله. يلا خلينا نبدا مباشره ونشوف اللي صار. اليوم بعد ما انزل هذا الفيديو راح يبدأ سيزون جديد. قبل 3 سيزونات كنت بادي ارفع برو وقدرت اوصل اكثر من 10800 ايلو، بس للاسف كان اصعب سيزون لعبته بحياتي. الهاكرات كانوا منتشرين بشكل كبير والميتا كانت صعبة. لعبت ساعات طويلة ووصلت 10800 ايلو، وبعدها نزلت فجأة ل 8250 بسبب الراندوم مناوب اللي كانوا معي، يعني ماستر 1. وقتها حسيت اني ضيعت وقتي كلياته وكان شعور سيء جدا حرفيا. بس ما استسلمت، رجعت في السيزون اللي بعده ومن اول يوم قدرت اوصل ترتيب 20 عالميا. لكن صار جليتش تقدر تسوي دوج قد ما تبغى، يعني بتقدر تفوت جيم وتسوي دوج عادي اذا كان درافت مشتريكم، وحرفيا عادي ما بصير لك بان ابدا. وحرفيا صاروا كل الناس يستغلوا هذا الجليتش، كل جيم حرفيا تفوتوا بعد ما تسوي درافت لمده دقيقتين ثلاثه حرفيا اللي معك او اللي ضدك يسووا دوج. فحرفيا ما عرفنا نلعب ابدا، وقفت اسبوع كامل وما لعبت ابدا لانه حرفيا ما صار عندي شغف ابدا بسبب الجليتش هذا، وكان عندي شويه اشغال في الموضوع. رجعت بعدها ارفع من جديد، وصلت تقريبا 9500 نقطه، وصرت الاول على السعوديه والثاني عربيا، وكنت حرفيا قريب جدا للبرو. لكن فجاه صار الشيء ما توقعته، انه حسابي بند. اتبنت بسبب انه انا كنت ساوي بوست للناس، يعني كنت اخذ منهم فلوس اسوي لهم بوست، وفي ناس كنت اسوي لهم هيك لوجه الله تعالى. فحرفيا بسبب هذا الشيء طلع ممنوع، وسوبر سيل اعطتني بان. وحرفيا بسبب هذا الشيء انه انا بسوي شغله ممنوعه، فما انزعجت كثير. بالاخير اي واحد بيسوي شغله ممنوعه عند اي شيء كان حرفيا بيستاهل البان. وبعد البان وقفت فتره بسيطه، لكن كنت يعني شو اسمه وقفت فتره بسيطه، لكن قبل ما يخلص السيزون ب5 ايام قررت ارجع اجرب بحساب ميني. بدات من 200 ايلو حرفيا، وبعد اقل من يومين بالضبط وصلت 10500 ايلو، يعني ماستر 3. يعني متخيلين معي؟ يعني رفعت اكثر من 10300 نقطة بيومين بس. يعني هذا اعظم انجاز سويته في براول حرفيا. كنت مساوي ستريك، لكن للاسف وقت وصلت ماستر 3 طلع ضد ناروتو ومعي بوت حرفيا مستحيل تشوفه ابوت منه بالحياة كلياتها، وخسرنا الجيم. ومن هنا بدأت سلسلة اللعنات. حرفيا جيم خسارة ولا بعده خسارة وبعده خسارة وبعده خسارة. حرفيا اخسر 7 ايام افوز جيم. حرفيا يعني حرفيا ما بعرف ايش كنت فيني اساوي يعني، لكن الايام كانت مرة صعبة. في اخر سيزون اللي هو قبل ما اصور هذا المقطع بيوم نزلت ل 8250 ايلو، يعني نزلت بشكل كبير كتير. واللي صار معي ما صار بس معي، يعني صار مع كتير يوتيوبرز اجانب ومعروفين، بعضهم كانوا ناقصهم بس 50 نقطة للبرو وخسروها. وطيب هلا بعد ما حكيت لكم قصتي شو صارت معي بالسيزونات الماضية وشو صار على حسابي وكيف ومين انا، هلا حنلعب الرانكد. حنلعب بالسيزون جديد من اول بداية اليوم، ولا حاليا حنفوت اول جيم. طيب الماب الاول كان معنا الديري سيزون، الماب الديري سيزون باونتي. طيب بكل بساطة انا بهذا الماب يعني ما بدي اعذب حالي ولا اعذب راسي، انا بنت بطل واحد اللي هو دوغ، حتى حاطط له قلبوني. يا اخوان تشكيل دوغ جدا هاي غثيثة، يعني بتتكونتر بلومي سكويك، لكن يا اخوان اذا اللي معك ما بيعرف يتعامل معها حرفيا بتخسر فورا. فيعني بتعتمد بس على خطأ معك بالتيم. اذا اللي معك بالتيم سووا خطأ حرفيا جي خسارة. يعني حتى بالماستر 3 يا اخوان بياخذوها خاصة جانيت ودوغ. اوكي كيس ضد الاول على العالم بالرانكت القديم، ضد الاول على العالم بالرانكت القديم، ضد الناس لعيب يا اخوان. وعي ناس منه بعرفهم اللي معي ناس منه يا اخوان. ليش جاز؟ طب في بيل في بوني قصدي، وفي جين. يعني جين اخذ كيت. اوكي كيت نت باد. طيب تشارلين بنا يروح جاس. رحت شو اسمه جيني. ليش جاس؟ او ماي جاد يا اخوان، او ماي جاد يا اخوان، هدول مسكتوه هلا بيكونوا يا اخوان. المناوب اللي بيعطوني اياهم مش طبيعيين. يعني انا ضد هلا الاول على العالم وحرفيا حنخسر فورا. طيب نشوف ايش بده يصير. جين طيب متوقع ليش اخذ جاس الله اعلم. يعني في جي يونغ، في ابطال الارض فاتحه يعني. اوكي زين نشوف ايش ناخذ هسه. طيب يمكن اروح انا بوني. طيب اخذ جراي. يعني بيقترح لي مورتس. لا ما راح اخذ مورتس، انا بعرف هدول الناس. بيقول لك خذ مورتس على اساس يكون فري ماتش بلعله، بعدين بيكون مناوب حرفيا. يا اخوان فينا ناخذ باستر يون. طب راح اعمل تشكيل يا اخوان، مع انه ابدا ما بحب العب فيها ابدا، لكن بجربها. شو رايكم بالداريل وكيت؟ اتوقع بتعمل شغل، بس حفيدهم كتير. يعني يا اخوان هاي التشكيله جدا مريضه ولا بلعب فيها ابدا انا، ولكن بنحاول نشوف ايش راح تصير. يعني حلعب على الحظ لانه حرفيا ضدنا لعيبه ومعي مناوب بعرفهم هدول. واحد تركي والثاني ما بعرف، الثاني ما بعرف من وين هو يعني. طيب يا اخوان مثل ما شايفين ماسترات ليجند 3. مسك 3 اللي معاه وضد ليجند 2 وماتشرينو مدري ايش، وحرفيا كيس ذهبية. حرفيا يا اخوان كل شيء موجود في الحياة معهم. طيب اعطي بعدي لهاي. اتوقع الكيس يمكن بعرفه والله يا اخوان، شايف اسمه بالمرة، يمكن لاعب بطولات او زي هيك. طيب هسه انا الكيت نط علي. اوكي ما مات، سحبني. ها
حبيبي والله. معي صور تاني. هو الكت حاطط مو حاط الهيل صح حبيبي والله، اذا مو حاط الهيل اتوقع حاط الاختفاء. هاي رح تكون مصيبة كبيرة. طيب هنستنى السوبر الكت ويعطيني الشيلد هذا الجاس ونجمع يوم نجمة. طيب ارجع يا شباب. شلون صار معهم ست يا اخوان؟ اوكي انتقل؟ ما انتقل، نايس. اوكي مات. اهجم هيك. نطلع هيك. اوكي هربا ارجع. يا شيخ يا شيخ الجين. الجين شلون قاعد يسحبني؟ ها الله. اوكي حلو، شال كل مات. نايس 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 يا لعب. نايس يا جاس يا نوب. اوه ماي جاد مناوب. هاد نشط طليوس السوبر تبع مجازي، ما قاعد اشوف شيء أنا. تعال اهينو. طيب اوكي. ليش وين راح؟ الو. اوكي حاط الاختفاء زي ما توقعت. لا لا. اوكي شو وش صار؟ كل. لا 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 كان راح يموت اصلا، منيح انتقل. متنا خسرنا. جي جي خسرنا يا اخوان. يا اخوان وحرفيا اكتر جيم عشوائي شفته بحياتي كلياتها. يا اخوان شايفين لعبون جدا قوي. فلهيك انا اخذت دار بركي بسوي شيء، لو انه لعبنا سنايبرات مستحيل نسوي اي شيء حرفيا. طيب راح نجرب حظنا في الجيم اللي بعده، اتوقع بيكون في امل. طيب انا ما حقدر لحق نجيب النجمة اصلا. هو كيت حاطط يعني حاطط شو اسمه هذا، بعرفه بيفتح ستريم على التيك توك. حاطط جاجت غلط، ما عندي هيل انا. حرفيا شاف دارين لازم كان يحط هذيك الجاجت. اوكي انحشرنا. حشرنا يا اخوان. مرة مرض. شوف شلون قاعد يموت. ديسلايك. طيب يا اخوان والله مو عادل، بيعطوني مناوب ضد هيك لعيبة. يا اخوان هدول ماستر 3 ترى. يعني هدول يعني اجيال ماستر 3 يعني، للعلم يعني. الصور بالغلط بس يلا عادي، على حالتي نزل صور جديدة. انزل. لازم ينزل ونعبي الصورات الثانية. هذا يكون اختفى هلا. اتوقع هات الاختفاء الكيز. طيب اول جيم انزله في القناة يكون خسارة حبيبي والله. يا اخوان انا قاعد افرجيكم الصدق يعني، ما بفرجيكم ايام فزت وخلاص يعني. خلاص بفرجيكم الايام قاعد العبها. شو قاعد يحط توكسيك يعني، هو اصلا معه اقوى تيم يعني. نايس. شوف يا اخوان قاعدين تشوفون الاشياء قاعد اشوفها. انسحب. راح فيا. اوكي كل واحد يعني خلاص جي جي. حرفيا جي جي. انتقل اصلا. خلاص جي جي. اهين الجاس انا يا اخوان. الجاس مرة نوب يا اخوان. يا اخوان الجاس نوب، يا اخوان الجاس نوب. 1-8 اوه ماي جاد. 1-8 هو سنايبر. 1-8 هو سنايبر. 1-8 هو سنايبر. يا اخوان شو هالمنوب هاي؟ فرجينا البروفايلات بالله. حرفيا موعد الليجند 3 يا اخوان. ليجند 3 وين الليجند 3؟ برو رانك حساب زبالي بس برو رانك يعني اصلا لعيب. هذا اصلا كان الاول على العالم بالرانكد. ماستر قديم. يا اخوان شايفين؟ اوكي مستر كوليت هذا اصلا نوب. فرجينا الرانكد القديم. شوفوا زي ما قلت لكم يا اخوان هذا هو. طيب يا اخوان ممكن وصلنا اخر حلقتنا. حرفيا ما عرفت احكي شيء ابدا، لانه حرفيا هيك الايام كلها حرفيا. فصح انه خسرت الجيم لكن حبيت احطه، لانه يعني بالاخير ما بحب افوز جيم وافرجيكم انه خلاص انا فزت احط لكم جيم، فزتوا خلاص خسرتوا او فزتوا حطيت لكم اياه. وهون بكون وصلنا اخر مقطعنا. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ويلا سلام.